السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويدوس لايك عشان يوصل لكم كل جديد. خلاص احنا كلنا بدأنا بقى في عمايل الكحك والبسكوت والبيجيفور والغريبة والقراقيش والكلام ده كله بتاع العيد. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. خلاص ما عادش غير كام يوم على العيد. اللي نضف بقى الشقة واللي عمل حاجته خلاص ربنا يعيننا جميعا. بصوا بقى يا جماعة، معلش والله انا عملت معلش بقى، اسفه على ذنبني. المهم دلوقتي انا بعمل كحك العيد. تمام، عملنا ايه؟ حطيت ذره ملح وذره سكر وشويه بيكنج باودر زي ما انتوا شفتوا كده وبس، واديتهم تقليبه. دي بقى طريقتي في الكحك، اللي حابب يجربها يجربها صدقوني بيبقى حلو قوي. واديتهم تقليبه. بعد كده جبت شويه سمسم وحمصتهم على النار ورحت مقلباهم. حمصتهم على النار تحميصه حلوه كده خفيفه زي ما انتوا شفتوا، يكون لونها حلو. ورحت حطاهم على النار بس كده، ورحت مقلباهم. وجبت شويه حوالي 3 معالق سمنه بلدي، بس مش كبار قوي، ما نكترش في الحاجه يا جماعه. ده مقدار نص كيلو، ده مقدار اللي انا بقوله ده مقدار نص كيلو. تمام. وجبنا دلوقتي السمنه ونقلب بقى نقلب. بصوا، عايزاكوا تبسوا فيه على قد ما تقدر. كل ما تبسوا فيه كل ما تلاقوا العجينه معاكوا طريت ولانت وبقت حلوه معاكوا قوي. تمام. انا بس كنت في الاول بقلبه بالمعلقه عشان طبعا السمنه كانت سخنه قوي. تمام. فدلوقتي هسيب المعلقه وهقلب بايدي. تمام. هنقلب بقى، قلب تقليبه حلوه محترمه كده بايدك بقى. وبس يا ست الكل، بايدك وبكل عزيمتك وبكل عافيتك وكل حاجه. وبصي بقى حلاوه الكحك انك تبصي جامد جدا جدا. بقول لكم والله انا اسفه، انا عملت البسكوت بس معلش والله غصب عني ما عرفتش اصور. فان شاء الله لما اعمل اي حاجه تانية هصورها لكم. بس انا صورت حاجات كده يعني شكلها حلو. باذن الله هبقى انزلها لكم فيديو. المهم دلوقتي خلاص العجينه لانت معايا وبستها كويس قوي. نحط عليها بق لبن، مش كتير مش كتير لبن، عشان برضو ما تبقاش طريه قوي ودايبه خالص ما تعرفيش تشيليها من ايدك. واللبن بيخليها ناعمه خالص. تمام. قلبي بقى اللبن في قلب العجينه كويس قوي، وروحي بقى دعكها كويس جدا ولحد ما اللبن يشرب العجينه. تمام. انا اسفه والله على الدوشه، بس ابني كان حواليا وبيزن عشان تعبان شويه، فعشان كده كان بيعيط. المهم دلوقتي خلاص احنا خلاص بنعجن اهوت، وهنحاول بقى نلمها. انا بحاول افككها لان دلوقتي هنجيب خميره. حطيت حته خميره مش كتير، بس طبعا بعد ما عملت كل المكونات اللي قلنا لكم دي حطيت حته خميره مش كتير. طبعا الخميره لازم نسيبها في شويه سكر بساط عشان تخمر وتبقى معاكي حلوه قوي. بصوا بقى دلوقتي خلاص حاولت ان انا المها، وهوريكم دلوقتي انا بحاول ان انا افككها والمها افككها والمها عشان خاطر تبقى هشه معايا، مش تبقى هشه يعني، فاهمين قصدي؟ اللي هي تبقى ناعمه خالص خالص ودايبه معاكي جدا كده. تمام. هنحط بقى نقعد نقلبها نبسها كده شويه لحد ما بقت طريه زي ما شفتوا. دلوقتي بقى خلاص انا بنقش الكحك. اللي بيحب يقش الكحك تعالى جنبي، انا بحب انقشه الكحك جدا، بحب ان انا اعملها كده. تمام. بتبدعي فيها بقى وتبقى حاجه مسليه طول ما انت قاعده، ما بتعمليش اي حاجه، ده وانت قاعده بتنقشي بتتسلي يعني، كاننا بناكل لب بالظبط. المهم خلاص شفت انا بكور الكحكايه كده، بروح عاملاها دايره صغيره، وبعد كده اروح نقشاها. وبعد كده وريتكم هو انا بنقش، بس مش عارفه الكاميرا ليه مش مبينه النقشه، بس صدقوني النقشه كان شكلها حلو قوي. بحاول ان انا اوريكم كذا مره عشان والله مش انا اللي كنت بصور للاسف، فعشان كده تحسوا ان الكاميرا مش جايبه الحاجه كويسه شويه، بس معلش اعذروني. المهم اديني بنقش اهو زي ما انتم شايفين. دي النقشه بتاعتي المفضله، بحبها قوي، بحس ان هي رقيقه كده وهاديه في الكحكايه. ولازم يا جماعه تنقشوا الكحك بسرعه قبل ما يخمر، عشان خاطر لما يخمر ما ينفعش تنقشه خالص لانه كده هيبلط معاكي. لازم تنقشيه على طول لانه كمان بيخمر بسرعه عشان احنا دخلنا دلوقتي في الحر. تمام. المهم هنقعد ننقشه كده شويه. هخلص بقى ما شاء الله بقيت الكميه اللي معايا. انا بس حاولت اوريكم كذا واحده عشان تشوفوها انا بعملها ازاي النقشه بتاعتي. واللي بيعمل نفس النقشه بتاعتي دي يدوس لايك ويقول لي ان انا بعمل النقشه دي.
تمام. بوريكم اهو انا دي بعملها. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي يا جماعه. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتدعوا لي دعوه حلوه في الايام المفترجه دي، واحنا خلاص في ليالي الوتريه. اللهم بلغنا يا رب رمضان باذن الله السنه الجايه يا رب جميعا. وده بقى ما شاء الله بعد ما خلصت الكحك. بصوا الدوائر الصغيره دي انا اللي كنت عاملاها بصراحه، انما الكبيره دي كانت والدتي ربنا يديها الصحه. وده منظره بعد ما استوى. بصوا بقى كان منظره تحفه تحفه تحفه، بس طبعا احنا صايمين معرفتش ادوقه. بوريكم اهو من وشه زي ظهره، واحاول افرك لكم واحده، بس طبعا كانت انا ايدي متعوره شويه فمش عارفه اضغط على ايدي. المهم بصوا بقى وانا بعملها جميله 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 جميله. انا حاولت ما اخليهاش دايبه قوي، وحاولت برضو ما اخليهاش ناشفه قوي. ليه؟ عشان لو دايبه قوي مش هتعرفي تشيليها من مكانها خالص. لو عملتيها دايبه جدا 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 مش هتعرفي تشيلها من مكانها. وده منظرها اهو بعد ما شاء الله ما خلص. دي الكحكه الصغننه الجميله بتاعتي. تمام. كل ما تصغري كل ما يبقى شكل الكحكايه حلو قوي كده، وتحطيها مره واحده في بقك. وجربوا جربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، وده كحك العيد، وعيد فطر سعيد اللهم امين، ومع الف سلامه يا حبايب قلبي.